تكون فيها المبادرة مغربية وتكون فيها السيطرة مغربية ويكون فيها الضغط مغربي. برافو ميري، يلعبها للمليوي، المليوي لصابر، رجعت لميري، ماذا سيفعل ميري؟ يراوغ العرضية، الدفاع يتدخل، اندياي يبعد الكرة بعد ذلك مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة السعودية الأطلس. هذه من هذه الزاوية هنا تعمد في التدخل في اللقطة الماضية، بينما هنا الانطلاقة الأولى والمرور الأول يوسف ميري في عملية المراوغة، يرفع الكرة لكن المدافع الأوسط يتدخل، يتعلق الأمر بندياي. دياي اليوم الذي سيقود خط دفاع منتخبنا أفضل من منتخب السنغال. نحترم السنغال، نقدر مجهود السنغال، ولكن في مباريات خروج المغلوب توقع جميع السيناريوهات. هذه كرة ميري يستند والحكم يقول فيها خطأ. نعم، هنا مخالفة تأتي، قد تكون أول فرصة لفائدة المنتخب السنغالي. تلعب هذه الضربة الحرة بعيدة تماما عن مرمى الحارس المادي الأحرار. هذه الإعادة مرة أخرى، الضربة الحرة المباشرة دون تركيز. 0 مقابل 0 في نصف النهائي الثاني لبطولة الشان في النسخة الثامنة. ستلعب هذه الركنية عن طريق اللاعب لايوس، ترفع هذه الكرة والهدف الأول. الهدف الأول لفائدة المنتخب السنغالي عن طريق اللاعب لايوس في نهاية المطاف. لايوس يفاجئ الكل. عاد ماذا حصل بالضبط؟ هذه عينكم على لايوس هنا في الارتقاء وسط المدافعين. شوف لايوس هنا يا بابا، انت كنت تراقب لايوس يا بابا، انت كنت تراقب هنا، تخلص من بابا وكان وحده برأسية، ولا واحد ضغط عليه ولا واحد راقبه ولا واحد. هنا مشى لايوس وارتقى مع لايوس، حتى انا لايوس لم يعمل ارتقاء، يعني عارف انه بدأ الامور تكون صعبه ولكن ليست مستحيله. ترفع هذه الكره الرأسية، بعد ذلك لا زالت هنا الهجمه قائمه والفرصه لربيع. حتى ربيع مرور من بابا على الطرف الايسر، لا زالت مغربيه على الطرف الايسر، لمسه وتحضير على مشارف منطقه جزاء وانتوراي. وفقدنا التوازن، يبقى التوازن، لا زالت مغربيه. بدايه الرد ممكن الان، البينيه ممتازه، اضرب جول! عالمي يا صابر يا ابو جرين، عالمي يا صابر، عالمي يا ولد، حطها في الشباك، جابها في الشباك. العودة مغربية، الرد فعل المغربي سريع. يا طارق يا سكتيوي، هات الصورة، هات اللقطة، شوف لمتعة العين. لمسة صابر، لمسة العالمي صابر، لقطة عالمية، كيف لا وهو يلعب للعالمي. صابر في لقطة عالمية، العرضية ميري، اضرب يا ميري، اضرب مرة الكورة، جول! ديوف يتصدى بعد ذلك. فرصة الهدف الثاني، باش هو من سدد، باش أنس هو من سدد الكرة الماضية. هذه الإعادة ميري كان عنده وضعية هنا ليمرر أكثر ما يسدد. برافو ميري، الإيثار من ميري صراحة. رجعت السنغالية، الأربع دقائق المتبقية على نهاية الشوط المباراة الأول، 1-1 بين الطرفين. الكرة السنغالية، الله يا الأحرار، المهدي الأحرار. لن أقول على طريقة فلان أو فلان، ولكن الأحرار بالكاريزما، الأحرار بهذه الشخصية. وطبعا ما أحوج الرجاء لحراس من قيمة الأحرار، والرجاء ديما كان عنده حراس كبار. أناس، هذا هو بولكسوت، محمد بولكسوت يدخل الآن يلعبها البينية. ممتازة الفكرة من بابا، وفي هذه اللحظات الحكم يصفر نهاية شوط المباراة الأول بتعادل. هذا هو أناس باش يخرج بالكرة بشكل ممتاز. صابر ممتاز المراوغة، يفتح المجال. هذه فرصتنا الآن، امشي يا بولكسوت، العرض يا بولكسوت. المليوي بنفس الطريقة، المليوي دائما في تمركزه هنا، يمشي دائما للقائمة الأول، وهذا ما فعله أسامة المليوي في القائمة الأول. على السباقية والأسرع كان هو مدافع التيرانجا هنا في نهاية المطاف. يا سلام صابر. أو الضربات الحرة الجانبية، حتى طريقة تنفيذ التماس كانوا ينفذ ركنية، لذلك هنا خطأ فادح. والأحرار بطاقة حمراء. ضربة حرة قريبة. شوف الإعادة، هذه الإعادة يعني
هنا الإعادة من زاوية أخرى. الكرة كانت سهلة. مرت بهذه الطريقة على مشخشخ، مرت بهذه الطريقة. شوف التقدير لم يكن موفق من مهدي مشخشخ. تمشي ناحية العبسيس البديل في صراعه مع مروان الوادني. طبعا اللاعبين المغاربة يقولون هنا التدخل. عموما في نهاية المطاف ماذا سيقرر؟ ورجع مرة أخرى، رجع مرة أخرى. الآن يلغي البطاقة الحمراء ويخرج ماذا؟ يخرج ماذا؟ هنا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء الوادني. إذا الحكم ألغى البطاقة الحمراء. مشاهدينا الكرام، مروان الوادني يواصل المباراة. طبعا الأولى كان عنده التدخل، لم ينال البطاقة الصفراء. هنا نال البطاقة الصفراء. تلعب الضربة الحرة، تلعب الضربة الحرة. الله يا الأحرار، الله يا الأحرار. تصدي الكبار يا الأحرار، تصدي الكبار يا الأحرار، تصدي الكبار يا الأحرار. فعلا تصدي الكبار يا الأحرار. شوف هنا يطير الأحرار، يطير الأحرار في منتصف الميدان. ستلعب هذه الضربة الحرة. بولكسوت والاستعداد للتنفيذ. مرفوعة داخل منطقة الجزاء الراسية. ميري كان قريب من الهدف الثاني. يوسف ميري كان قريب من الهدف الثاني، والرد يأتي من ديوف كما فعل المادي الأحرار. ها هو ديوف الآن يتصدى لكرة اللاعب يوسف ميري إلى الركنية. هذه أخطر كرة والفرصة الوحيدة للمنتخب المغربي في هذا الشوط. بالعمري ممتازة يا بالعمري. يمشي يا ميري، يمشي يا ميري، أسرع يا ميري. ميري يدخل، ميري واحد ضد واحد. يمرر الكرة. صابر يا صابر يا صابر. اضرب اضرب اضرب. جول. كيف ضاعت هذه الفرصة، كيف ضاعت هذه الفرصة يا أيوب يا خيري. هذه كرة جول لا تضيع يا أيوب، هذه كرة الثاني لا تضيع يا أيوب. شوف الإعادة ما فيهاش تسلل، ما فيهاش تسلل. تمريرة ذكية من بالعمري. يمشي ميري بعد ذلك يحط الكرة. صابر في وضعية هنا ممتازة. أيوب خيري يا خيري يا خيري. انطلاقة الآن مغربية. هنا بولكسوت يصعد يساند. وسط الكرة لميري. بعد ذلك بولكسوت وصابر. ميري يدخل، ميري العرضية. لا زالت مغربية. بالعمري يصعد الآن. بالعمري العرضية الكروس. بعد ذلك الدفاع متكتين بشكل واضح. شوف هنا، شوف التموضع. شوف لا هنا عكس التوقع. لعبة قصيرة. الطير الأيمن حذر من العرضية. الأحرار يخرج. الأحرار يا الأحرار يا الأحرار. مرت سلامات يا المهدي، مرت سلامات. اللقطة الماضية الرأسية كانت من صار. البديل من أول لمسة كاد يسجل، البديل من أول لمسة كاد يسجل. شوف الإعادة. العرضيات في منتهى الخطورة. الأحرار هنا تقدير، وهذه المرة لم يكن جيد. الصعود لكبار طوال القامة الآن. المدافعين والمهاجمين لاعبي الوسط. صابر بوغرين يستعد يرفع الكرة. رايحة للركنية، رايحة للركنية، رايحة للركنية. نعم، المليوي والوادني وحريماته ميري كلهم في منطقة الجزاء. ترفع ديال الكرة بالراس والحكم يصفر. فعلا نهاية 90 دقيقة بالتعادل، هدف مقابل هدف، وبالتالي سنذهب إلى شوطين إضافيين كما كان الحال في اللقاء الذي جمع بين مدغشقر والمنتخب السوداني. عودة إلى ملعب مانديلا الدولي في العاصمة الأوغندية كامبالا. ينطلق الشوط الإضافي الأول في مباراة ماراثونية، لأنه ستمتد للشوطين الإضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1. فهذه الوضعية بالعمري. نعم، بالعمري من سينفذ الضربة الحرة الجانبية. هل تكون مقوصة أم مرفوعة؟ سنتابع. بالعمري مقوصة. الكرة كانت رايحة للشباك وتسديدة. يا للحظ يا للحظ يا للحظ. الكرة ما بغاتناش في هذه اللقطة، الكرة ما بغاتناش في هذه اللقطة، الكرة ما بغاتناش في هذه اللقطة. هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة. والكرة الأولى والكرة الثانية لمسها مروان الوادني إلى ضربة مرمى. تلعب الضربة الحرة بسرعة لعناصر المنتخب المغربي. عندك الرحولي في الجهة اليسرى، والتسديدة بعيدة. طمع فيها بولكسوت، كان عنده المجال يمرر في العمق أو في الجهة اليسرى عند اللاعب الرحولي. سدد بعيد تماما لاعب بولكسوت.